اهلا بحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في خير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل احلى رز بلبن معاكم، بجد بطريقه بسيطه جدا، بس ان شاء الله هتطلع لك طعم تحفه، بجد طعم مميز. وكمان هنعمل الرز بلبن اللي هو في الطواجن الصغيره الجميله دي، هندخلها الفرن هتطلع لك طعم حلو قوي قوي، زي اللي احنا بنجيبه في علب جاهزه من بره، اللي هو الرز بلبن اللي بيكون داخل الفرن. حلو قوي وطعمه على فكرة جميل ومميز. شايفين؟ بجد كريمي خالص، وتاكليه بيدوب كده في بقك. هقولك ليه خطوة مهمة هتعمليها هتطلع لك احلى رز بلبن. هيكون زي الكريمة بالظبط، هيكون طعمه دايب كده في اللبن وتقيل زي ما انتوا شايفين. بتاخدوا المعلقة منه، مش لبن فاصل الرز، يعني ده لوحده وده لوحده، لا، يعني رز بلبن تحفة كريمي بجد. ازاي نطلعه كريمي وازاي ان الوش بتاعه يكون في منتهى الجمال بالشكل ده. نشوف الطريقة، بس لأول حاجة لو أول مرة تشوفيني ما تنسيش الاشتراك واللايك وكمان الكومنت، ما تنسوش. يلا بينا نسمي الله ونشوف الطريقة ازاي. معانا كيلو من اللبن الدافي، ومعانا كوباية رز على الكيلو اللبن، تمام. ومعانا هنا كوباية ونص من السكر، ومعايا معلقة نشا واحدة، ومعايا معلقتين قشطة اللي هما القشطة اللي بنشيلهم من على وش اللبن اللي احنا بنخزنهم دولت، هنحتاج منهم معلقتين، تمام. غسلنا كوباية الرز، وبعد كده حطيناها في الحلة اللي احنا هنعمل فيها الرز بلبن، وحطين حوالي كده كوباية من المية او كوباية ونص، وهنسيب الرز يتسلق في المية دي، يتسلق تماما. انا مش عايزاه حتى يكون اللي هو نص سلقة، لا، يتسلق كده خالص، يكون مستوي تماما. وبعد كده هنحط كيلو اللبن معانا، هندوب بقى الرز كويس جدا في اللبن. انا ليه بعمل الخطوة دي؟ بعمل الخطوة دي علشان لو حطيتي الرز ني في اللبن هيشرب لك من اللبن كتير، فانا عايزة اللبن يكون معايا كده بخيره، يعني اللي هو يكون الكمية كلها معايا. عايزة الرز يستوي وبعد كده احط اللبن عليه. انا هقولك على الطريقة اللي هتطلع لك احلى شوية رز بلبن، والوش بتاعه كده بجد كريمي وتحفة يا بنات، طعمه جميل جدا. حطينا بقى كوباية ونص من السكر ده على حسب على فكرة الرغبة، حطي كوباية، حطي كوباية ونص، زي ما انت عايزة. هنحط معلقتين من القشطة، هندوب بقى كل ده مع بعضه، هندوبهم كويس جدا، وهنسيبهم بقى لمدة ربع ساعة على نار متوسطة، ماشي. والربع ساعة التانيين او التلت ساعة التانيين هنسيبهم على نار هادية جدا جدا، اكنك بتسوي رز وسايباه اللي هو بقى يستوي براحته على البخار كده، فاهماني؟ وحطينا كمان اللي هو كيس الفانيليا، بيديله ريحة حلوة قوي، ممكن تحطي كيسين كمان على فكرة، بيديله ريحة ممتازة بجد. يعني انا حطيت كيس ورجعت حطيت كيس كمان، بس ما صورتوش، بس بيدي ريحة حلوة قوي. هنسيبه بقى يستوي مع نفسه، هو الرز مستوي، بس هوريكم بقى شكله بعد ما تقعديه الربع ساعة التانية على نار هادية. هدي بقى عليه النار خالص عشان ما يلزقش معاكي من تحت. شايفين انا محطتش نشا؟ شايفين تقيل ازاي؟ جميل جميل جميل. ممكن ما تحطيش بقى نشا خلاص، تصبيه على كده في الاطباق بتاعتك، البولات بتاعتك يعني، ما تحطيش نشا. حتى انا كنت حاطه معلقه نشا مدوباهم مع معلقه ميه، ما حطيتهاش كلها، حطيت شويه صغيرين كده منها اللي انا دوبتهم في الميه واستكفيت بكده. بس هو كان تقيل صراحة. اللي بيتقله كده اللي انتي بتحطيه على نار هادية وتسيبيه حوالي ربع ساعة او تلت ساعة، دي الخطوة المهمة جدا في الرز بلبن. طب انا باجي اعمل الرز بلبن، بقعده شوية، يعني انا مثلا سويت الرز بقعده شوية في اللبن وخلاص هو كده بقى رز بلبن، لا، كده كان بيتعمل غلط. هو يتهدى عليه النار تماما حوالي ربع ساعة، زي ما قلت لكم يتهدى عليه النار ويتساب ربع ساعة كمان على نار هادية، بيطلع معاك الرز بلبن تحفة يا بنات، اكنك بجد جايباه من بره.
بجد جميل جدا وطعمه مميز وطعمه حلو قوي، هيعجبكم كتير يعني ما شاء الله. البولات مش صغيرة، البولات كبيرة، طلع معايا كمية كويسة. وهنعمل كمان 3 بولات من اللي هما الصغيرين دولت هندخلهم الفرن. طيب انا ما عنديش لبن كتير وعندي نص كيلو لبن بس، اقدر اعمل الوصفة دي بنفس الكمية؟ تقدري تعمليها. حطي نص كيلو لبن، نفس المقدار يعني طلعوا نص كيلو 3 كوبايات من اللبن، حطي 3 قصادهم 3 كوبايات من المية، حطيهم وقلبيهم كويس جدا، واعملي الرز بلبن بتاعك. بس ايه، لازما معلقة او معلقتين من القشطة علشان خاطر يديكي الطعم الغني الحلو برضو للرز بلبن. تمام، ده رز بلبن اقتصادي اللي هو لبن ومية. تمام كده، وهيديكي نفس على فكرة هيديكي طعم حلو مش طعم وحش، يعني هيديكي طعم جميل. 3 بولات دولت حطينا بقى على كل بولة كده معلقتين من القشطة اللي انا كنت شايلاهم من وش اللبن، يعني غليت اللبن وبيبقى فيه كده على وش عليه، رحت شايلاه حطاه على البولات بتاعتي. شايفين بقى بعد ما دخلتها الفرن بتديني اللون الجميل ده، والوش بتاعه بيقب كده وبيبقى شكله حلو قوي. حبيت ان انا اصور لكم كده لقطة كده من الفرن، هم كانوا في الفرن يعني. بس والله بيبقى طعمه جميل جدا ويبقى طعمه مميز وهتحبيه انتي واولادك. السكر طبعا قلنا على حسب الرغبة، ممكن تحطي كوباية، كوباية ونص، ممكن تحطي كوبايتين الا ربع، على حسب الرغبة بتاعتك، على حسب ما انتي بتحبي الحاجة مسكرة قد ايه. بجد البولة دي كانت بجد كانت كل يعني معلقة فيها كانت بتوديني في حتة تانية. والوش طبعا الوش اللي هو الرز بلبن ده خرافة يا بنات، بجد جميل. جربوه بالطريقة دي، على فكرة سهل جدا، ولا حطيت بقى لو كريم شانتيه ولا مكسرات ولا اي حاجة، حاجة بسيطة عملتها في البيت. يعني لو جبتي نص كيلو لبن، لو انتي يعني الظروف طبعا بتحكم الواحد، لو جبتي نص كيلو لبن وعملتيه بالطريقة الاقتصادية بنفس النظام اللي انا عملته بس بنص كيلو لبن، وزي ما قلتلك مقدار اللبن لو 3 كوبايات هتحطي قصادهم 3 كوبايات من المية. تقدري ان انتي تحطي كيلو لبن، تقدري ممكن تحطي كوباية مية معاهم، مفيش اي مشكلة، هيديكي طعم حلو قوي، طعم مميز ان شاء الله هتحبيه كتير. ما تنسيش بقى اللايك والاشتراك، متبخليش عليا يعني باللايك والاشتراك والكومنت. طبعا انا بقرا كل الكومنتات وبرد عليكم، ويا ريت اللي عنده اي سؤال او حد عايز نعمل له وصفة يعني مخصوص يكتب لي في الكومنتات. شكرا لكم جدا، مع السلامة.